بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا شباب القاهرة؟ بكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله معانا شابتر مهم جدا في البرمجة، وهو شابتر الاري والاري ليست. طيب السبب ان الشابتر ده مهم هو ايه؟ اي برنامج حقيقي بيتعامل مع داتا كتير. فاكرين لما كنا بنقول مثلا انت ايدج ايكوال 20 مثلا وسيمي كولون. طيب ولما قلت مثلا سترينج نيم ايكوال خالد، ده كده عمر واسم واحد، شخص واحد، صح كده؟ طيب لو انا عندي مثلا 20 شخص افضل احطهم بالطريقه دي. طب لو عندي مليون شخص افضل اكتب الاكواد بالطريقه دي. الموضوع صعب جدا. طب يبقى في حاجه كده بتسهل عليا الموضوع ده. يبقى مش منطقي جدا كل قيمه نحطها في متغير واحد. يبقى لازم عندنا طريقه نخزن مجموعه بيانات مع بعض ونتعامل معاها بسهوله. طيب تخيل معايا كده، بدل ما يكون عندي اللي هو مثلا درجات الطلاب، اللي هو الجريد مثلا واحد، والجريد اتنين، الدرجة التانية والدرجة التالتة والدرجة العشرة والدرجة الألف. طيب اقدر احطهم كلهم جوه اري. انا مش عايز ده كله يبقى كله سطر كود، لا. انا اقدر احطه ده كله في سطر واحد بس اللي هو الاري. طيب يبقى اري واحد بس واتعامل معاهم ككيان واحد. حطيتهم كلهم جوه اري واحد واتعامل معاهم اللي هم كيان واحد. طيب وكمان هنتعلم يعني ايه داتا ستراكشر، ويعني ايه اري، وازاي ننشئ الاري نكريته، وازاي نلف عليه باستخدام اللوب. ويعني ايه انهانس فور لوب، والاري ليست وفرقها عن الاري، والفاريبل ارجيومنت. وده كله اساس شغل كبير جدا بعد كده في البرمجه. الشابتر ده بيتكلم عن الاري والاري ليست والفور لوب والفاريبل لينز ارجيومنت. طيب هنا بقى في السلايد هنا بيقول لي داتا ستراكشرز، اللي هي كوليكشن اوف ريليتد داتا ايتمز. يعني طريقه لتنظيم البيانات. زي ايه؟ زي الاري اللي احنا هناخده، زي الليست، وفي حاجه اسمها تري، في حاجه اسمها جرافس، في حاجات كتير جدا تبع الداتا ستراكشر. الاري واحده منهم. طيب تعريف الاري بقى هو ايه؟ هو مجموعه بيانات من نفس النوع متخزنين مع بعض. شفت كلمه من نفس النوع دي؟ سيم تايب. يعني لا اما البيانات اللي عندي دي كلها انتجر، لا اما البيانات اللي عندي دي كلها سترينج، لا اما البيانات اللي عندي دي كلها بوليان، وهكذا. لازم من نفس النوع. علشان هما من نفس النوع بقى، فبيبقى سهل جدا اللي انا اعمل عليهم بروسيس عشان الجروبس ديت كلها تبقى مع بعض في العمليات. لما اجي اعمل كرييت للاري ده، لازم اكون ضايف له لينس طول معين، واللينس ده بيفضل محافظ على طوله تمام كده بعد ما اعمل له كرييت بالظبط. يعني انا مثلا كرييت اري مثلا 10، كان الطول بتاعه 10، فهيفضل 10 على طول، عمره ما هيبقى 11 او هيبقى 9، لا هيزيد ولا هيقل. بقدر استخدم الفور لوب علشان اعمل اتريشن على الاري، اللي انا امشي على العناصر كلها واعمل عمليات. زي مثلا اطبع العناصر، اجمع العناصر، اطرح العناصر، ابدل العناصر، اعمل اي عمليه باستخدام الفور لوب. اقدر ان انا اعمل فاريبل لينس ارجيومنت ليست، قوائم اللي هي بتاعت الارجيومنت، واقدر كمان اعمل كرييت للميثودز مع شويه اعداد متنوعه من الارجيومنت. بقدر طبعا اضيف الاري بتاعي ده في المين، واقدر اعمل عليه شويه كول. هنا بيقول لي بقى انت بتعمل مانيبيوليشن على الاري باستخدام الستاتيك ميثودز، زي اللي هو جافا دوت يوتيل الباكج بتاعي، وهتلاقي الكلاس اسمه اريز. تمام. ونفس الكلام برضو مع الاري ليست. هنا بيقول لي ان هو الكلام ده كله بيبقى شبه الاري. طيب دلوقتي قلت لك ان الاري هو كان حجمه ثابت، صح كده؟ الاري مثلا لو 10 هيفضل 10 على طول، ده كده الاستاتيك اللي احنا بنتكلم فيه ده. في نوع تاني اسمه دايناميك. الدايناميك بقى اللي هو ايه؟ انت بتعرف ان السايز بتاعه بتاع الاري اللي هو الدايناميك ده في وقت معين، اللي هو وقت ايه؟ وقت الاكسكيوشن تايم. طيب يعني انت هنا الاستاتيك بتاعي هو عدد بتاعه ثابت. طيب والدايناميك بتاعي بقى العدد بتاعه مش ثابت ليه؟ ممكن تغيره. هو بيقول لك ممكن تعمل انكريز سايز. فين في الدايناميك، في النوع بتاع الدايناميك تقدر تعمل انكريز للسايز بتاعك وقت ايه؟ الاكسكيوشن تايم. طيب الوقت اللي احنا بنكتب فيه ده وقت الكود عادي، وقت الكومبايلر. طيب هنا بقى بيبدا لي كده بالاري. يعني ايه اري؟ الاري هي مصفوفه او مجموعه من المتغيرات عناصر كلهم من نفس النوع. الاري هي مصفوفه. طيب هي ايه بقى؟ مجموعه من المتغيرات اللي هي العناصر، اللي هي الاليمنت اللي هو بيقول لي عليها هنا. تمام. كلهم من نفس النوع، سيم طيب. نفس النوع، ركز على الكلمه دي كويس جدا. طيب متخزنين مع بعض في مكان واحد. يعني بدل ما اقعد اكتب بقى انت ايه ايكوال 10، وبعدين اقول له انت بي ايكوال 20، واقول له تاني انت سي ايكوال 30. مش هقعد بقى اقول له بقى اعرف مليون متغير، لا. اقدر اكتب على طول ايه؟ بص بقى، ده انا هشطب عليه وهقول له ايه؟ انت
لانهم كلهم انتجر، كلهم ذا سيم طيب تمام. وبعدين اقول له انت اري يعني اكواس، اتنين اكواس كده فاضيين، واقول له مثلا اسم الاري ايه، نمبر. هديله اسم للايه، للاري بتاعي. طيب بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 10 20 30، احطهم في كيرلي براكت كده. تمام، 10 ادي الفاليو بتاعي، كوما 20 كوما 30، واقفل الكيرلي براكت سيمي كولون. هو ده السطر تمام كده اللي بيساوي الحاجات دي كلها. فانا هشطب على ده كده خلاص، وهعمله بالطريقه دي. ادي كده مصفوفه تمام اسمها نمبرز، من النوع انتجر، وبتحتوي على الاعداد 10 20 30. كده عندي متغير واحد اسمه نمبرز. تمام، كده عندي متغير واحد اسمه نمبرز جواه ثلاث ارقام. العناصر هنا لازم تكون من نفس النوع زي ما احنا قلنا. وبعدين قال لي هنا بقى إيه لازم كل العناصر اللي جوه الاري ده تكون من نفس النوع، اللي هو النوع اللي عندي ايه، الانتجر ده. طيب جميل جدا. هنا بيقول لي بقى ان الاري ار اوبجكت. الاري ده بيعتبر اوبجكت، اللي هو ريفرنس تايب بتاعه في الجافا. هنا الاري يعتبر اوبجكت، يعني بيتخزن في الميموري ككائن، اللي هي اوبجكتس، اللي هي حاجه جايه من الكلاسز، وبيكون لها مرجع اللي هو اسمه ريفرنس تايبس. طيب زي ايه؟ زي مثلا، ركز معايا، زي مثلا بيقول لي هنا ايه. قال لي مثلا انت قلت هنا انت نم array اوف ايه، نمبر. طب حلو قوي، بيساوي نيو انت اوف كام؟ اديت له مثلا خمسه، وبعدين هقول له ايه، سيمي كولون. طيب جميل جدا. يعني هنا نمبرز مش الارقام نفسها، ده عنوان المكان اللي فيه الارقام. يعني لو في الميموري هنا الادرس بتاعه اسمه ايه، اسمه نمبر. الفاليو بقى اللي موجوده في نمبر هم الخمس ارقام اللي موجودين دول، او الخمس فاليوز اللي موجوده هنا دي. ازاي اجيب عنصر بقى معين من الاري؟ اه احنا كده وصلنا لنقطه تانيه. ازاي اجيب عنصر معين من الاري هنا؟ عن طريق حاجه اسمها الاندكس. ركز معايا، عن طريق حاجه اسمها الايه، الاندكس. اندكس يعني رقم ترتيبي مترتب، صح كده؟ الري مجموعه، يبقى المجموعه دي عشان تبقى منظمه يبقى لازم تكون مرتبه. طيب الطريقه بقى عامله ازاي؟ قال لي خليك معايا، نشطب ده كده، ونقول له ايه، اكتب لي كده او عرف لي الايه، الاري. انا مثلا قلت انت، تاني اري نمبر، وبعدين اقول له بيساوي كيرلي براكت 10 20 30، اقفل الكيرلي براكت وحط السيمي كولون. طيب حلو قوي. طيب الاري بقى او الاندكس بتاعه بيتجاب ازاي؟ انا دلوقتي قلت له ايه، النمبرز ده اسم الاري، احطه هنا نمبرز بيساوي او اوف بقى الاندكس اهو، اندكس. مظبوط كده. طيب دي الطريقه اللي انا بنادي بيها على فاليو موجوده جوه الاري. طيب الترتيب بقى 10 ده رقم كام، 20 رقم كام، 30 رقم كام؟ قال لي هنا انت بتبدا بحاجه مختلفه شويه، بتبدا من الصفر. يعني 10 ده ترتيبه في الاري رقم صفر، 20 1، 30 2، لو كان في رقم بعديه 40 هيبقى 3 4 و5 وهكذا. يبقى الترتيب هنا اسمه array access expression، يعني اسم المصفوفه وبعده الاندكس او رقم العنصر بتاعها. بيبدا من ايه؟ بيبدا من الصفر، 1 2 3 وهكذا. طيب يبقى اهم نقطه عندي هنا ان الاري بتاعي بيبدا من الصفر، اول عنصر في الاري رقمه هو صفر. طيب جميل جدا. طيب لما الاري بتاعي بيبدا من الصفر، يعني اول رقم بتاعي هنا بيبدا من الصفر، هيبقى اعلى رقم بقى في الاري هيبقى عامل ازاي، او اعلى رقم في الاندكس هيبقى رقم كام؟ هيبقى اللي هو عدد الاندكس او عدد الفاليو بتاعتي ناقص واحد. طيب ازاي بقى الموضوع ده؟ يعني مثلا انا قلت هنا 10 20 30. طيب يبقى هنا ترتيبهم صفر في الاندكس، واحد اتنين، يعني ده العنصر الاول، العنصر الثاني، العنصر الثالث. طب حلو قوي، يعني كده ترتيب الاندكس وده ترتيب البشر الطبيعي. طيب هنا بيقول لي اعلى رقم هنا كام؟ اعلى رقم اللي هو العدد ثلاثه ده. طيب العدد ثلاثه ده الاندكس بتاعه اتنين، يعني ثلاثه، الرقم 3 هو اندكس 2. يبقى هنا بيقول لي اعلى رقم هو رقم العنصر ناقص واحد، اعلى اندكس هو رقم العنصر اللي هو الثالث ناقص واحد بيساوي 2، اللي هو اندكس 2. فهمنا بعض النقطه دي؟ نقطه جميله جدا. يبقى العنصر الاول الثاني الثالث، يبقى الثلاثه ناقص واحد اللي هو اعلى عنصر، اللي هو اخر واحد هو اعلى عنصر، 3 ناقص واحد كام، 2، يبقى اندكس 2 هو اعلى اندكس موجود في الاري. طيب دلوقتي هنا الاري بتاعي هنا صفر واحد اتنين. طيب لما اجي انادي على الصفر بقول له ايه؟ بقول له اسم الاري نمبرز اوف صفر. تمام كده هيطلع لي ال 10.
طب اوف واحد هيطلع لي 20. طب اوف اتنين هيطلع لي 30. طب لو قلت له اوف ثلاثة، لو قلت له اوف ثلاثة هيطلع لي حاجة، هيطلع لي خطأ ايرور، لان مفيش اندكس ثلاثة اصلا. هنا بيقول لي برضو ان الاري بيتسمى زي اي متغير عادي يبدا بحرف، تمام، يبدا بحرف عادي، تمام كده، ومفيش مسافات ما بينه وما بين الكلام يعني، وبيفضل يفضل يعني يكون معبر عن المحتوى. يعني مثلا هو في ارقام بسميه نمبرز، حروف مثلا بسميه كاركترز، اسماء نيمز، تمام كده، يكون يفضل ان هو يكون معبر عن المحتوى اللي جواه. هنا اهو اري، او ده كده منظر للاري بتاعي. ادي هنا الاري اهوت متخزن في الميموري. وهنا بيقول لي الاري ده اسمه سي، يعني نيم اوف اري هو رقم سي، تمام. رقم سي ده بيحتوي على ارقام، حلو. يعني لو قلت له هيبقى انت، تمام، اري اسمه سي بيساوي، افتح كيرلي براكت، حط الارقام دي كلها بالترتيب، اقفل الكيرلي براكت، سيمي كولون. يبقى هو ده الترتيب او الكود بتاع الاري اللي قدامي ده. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ادي هنا الاري اسمه سي، وادي اول عنصر عندي صفر، اللي بعده واحد، اثنين، ثلاثه، وهكذا وهكذا لحد 11. طيب يبقى انا هنا الوصول للعنصر بيكون عن طريق الاندكس زي ما احنا اتفقنا. طب اخر عنصر بتاعي، لو احنا فاكرين من السلايد اللي فات، اخر عنصر بقى اللي هو الاندكس بتاعه هيبقى ايه؟ الاندكس بتاعه بيساوي زي ما قلنا السايز، اللي هو الحجم بتاعه او السايز بتاعه، ناقص واحد، تمام كده. طيب يعني واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، اللي هو السايز بتاعه 12 ناقص واحد بيساوي الاندكس بتاع آخر عنصر اللي هو 11 اللي هو قدامي ده. اتفقنا في الموضوع ده؟ طيب هنا برضو بيقول لي ان الاندكس بتاعي لازم يكون نون نيجاتيف انتجر، يعني لازم يكون رقم موجب. هنا الاندكس اري نيم، الاسم بتاع الاري لازم يكون معبر عن المحتوى اللي جوه الاري. وبيقول لي هنا كل الاري، تمام كده، بيبقى ليه لينس ثابت، يعني لينس فاينل دي ما ينفعش يتغير، اللينس بتاعه بيفضل ثابت على طول. طيب هنا بقى بيقول لي بقى عايزين نعمل ديكليرنج وكرييت للاري. الديكلير يعني بيعرف او بينشئ الاري. بننشئه ازاي؟ زي ما احنا قلنا كده، عايزين مثلا نعمل اري مجموعه انتجر، مجموعه ارقام، يبقى الريتيرن تايب بتاعه انتجر، تمام، النوع، نوع البيانات بتاعه انتجر. وبعدين اعمل اقواس الاري، وبعدين اقول له اسم الاري مثلا اللي هو سي بيساوي نيو انت اوف كام بقى؟ انا عايز اعمل 12 عنصر، يبقى 12، وبعدين اقول له ايه؟ سيمي كود، تمام كده. يبقى انا كده عرفت نوع البيانات انتجر، والحجم بتاعه او السايز بتاعه 12 عنصر. طيب السطر ده بقى اللي احنا شفناه ده ممكن تعمله على سطرين. زي ايه؟ قال لي مثلا ممكن تقول انت array اسمه سي، سيمي كولون، وبعدين تقول له بقى هنا تنادي على السي اللي انت عرفته من السطر اللي قبليه، ايكوال نيو انت اوف السايز 12 سيمي كولون. يبقى انا كده عرفت السطر اللي فوق ده على انه هو السطرين ده، وهما الاثنين كده واحد. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي كل عنصر بياخد قيمه افتراضيه. زي ايه؟ قال لي مثلا زي ما انت بتعرف الانتجر بتاع الاري، يديني هو القيمه الافتراضيه بتاعته ايه؟ بتبقى صفر. طيب لو عرفته كنوع بوليان، بوليان، القيمه الافتراضيه بتاعته ايه؟ بتبقى فولس. طيب حلو قوي. طب لو عرفته كهيئه اوبجكت، القيمه الافتراضيه بتاعته ايه؟ بتبقى نل، فاضي، تمام كده. هنا بيقول لي برضو شويه ارشادات كده. بيقول لي الافضل ان احنا نعرف متغير واحد في كل سطر، يعني كل سطر بنعرف متغير او اري بالظبط كده في كل سطر يعني. قال لي هنا في الاري بريماتيف بتاعتي او البريماتيف تايب اري هنا اللي هو العناصر بتاعتي اللي لها قيمه، تمام، كل عنصر ليه قيمه فاليو. طيب وكان برضو بيكلمني على الريفرنس بتاعي لازم يبقى او بالطريقه بتاعت الاوبجكت، تمام، علشان نعرف نخزنه ونعرف نعمل عليه شويه عمليات. هنا دلوقتي بيقول لي ده مثال عملي. طيب مثال عملي ده هيفهمنا اكتر عن الاري. هنا البرنامج هنا بيتكلم في ايه؟ بيقول لي برنامج بيملأ اري بارقام زوجيه منين، من ايه لايه بقى؟ قال لي هنا من 2 الى 20. هنا بقى المثال العملي هنا بتاع الاري علشان يفهمنا اكتر عن الاري ده. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هنا في الصوره دي باستخدام الكيورد نيو عايز يعمل كرييت لاري اوف 10 انتجر، تمام، اليمنت. يعني عايز يعمل اري بيحتوي على 10 اعداد او 10 عناصر، ونوع العناصر دول انتجر. طيب which is initially zero، يعني هم بيبداوا بالزيرو اللي هو الديفولت بتاعي في الانتجر. طيب ننزل كده نشوف. هنا بيقول لي ايه؟ public كلاس كذا، يعني دخلت الكلاس اللي هو اسمه end اي اري مثلا، وفتحت هنا عملت المين، ادي جوه المين الفانكشن بتاعت المين بتاعتي. قال لي ايه؟ كرييت لي انتجر،
او كريت لي اري اوف انتجر، تمام، اسم الاري اري. طب هنا بيقول لي نادى على الاري تاني وقال لي ايكوال نيو انت اوف 10، يبقى كده كريت السايز اهو، ادى الاري سايز 10. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي اطبع لي، تمام، الاندكس بتاعي وكل فاليو. طيب يبقى انا كده عندي الاري بتاعي عباره عن 10 ارقام وكل رقم فيه فاليو ليه. فقال لي هنا اطبع لي الاندكس، يعني من اندكس 0 مثلا، تمام، اطبع لي الاندكس بتاعه، اندكس 1 اطبع لي الاندكس بتاعه، اندكس 2 اطبع لي الاندكس بتاعه لحد اندكس 9. ليه؟ لان هم 10 ارقام من صفر لحد 9، تمام كده. طيب عشان اطبعها بقى، فانا كده محتاج ايه؟ محتاج فور لوب. عمل فور لوب اهوت وقال اند كاونتر، تمام، بيساوي زيرو. عرف كاونتر اسمه إيه، عرف كاونتر متغير اسمه كاونتر وبيساويه بالزيرو اللي هو وقفه عند اول عنصر في الاري. وقال لي الكاونتر ده اقل من اري دوت لينس. اري دوت لينس يعني عدد اللينس بتاعي، السايز بتاعي كام؟ هو 10. طيب وقفه ليه بقى؟ قال له اقل من الاري ليه دوت لينس؟ قال لي الكاونتر ده بيبدا من ايه؟ بيعد 1 2 3 4 وهكذا. طيب الري اوف لينس هنا اخري كام؟ اخري 10. طيب هيبقى اقل من، يعني رقم 10 ده مش هياخده ليه؟ لان الاندكس بتاعي بيبدا من الصفر لحد 9. 10 ده مش موجود اصلا، ال 10 ارقام بتوعي من صفر لحد 9. فالري اوف لينس هنا يعني 10. الري اوف لينس يعني هنا 10، رقم 10. طيب الكاونتر هنا اخره من صفر لحد 9، ففعلا هيقف لحد الاري كله اللي هو من صفر لحد 9. طيب وفي كل خطوه قال لي كاونتر بلس بلس اللي هو زود في كل خطوه رقم واحد بس على الايه؟ على الاندكس. طيب وبعدين هنا قال لي سيستم دوت اوت برنت، يعني اطبع لي الكاونتر، تمام، والاري اوف كاونتر اللي هو اري اوف 0 مره بعدها هيبقى اري اوف 1 2 3 لحد 9. تمام كده. ننزل نبص على الاوتبوت. ادي هنا الاوتبوت، طبعا الاندكس وقصادها الفاليو. اندكس هنا بدا من كام؟ من صفر. الاندكس بتاع الاري بيبدا من صفر، وانا دلوقتي عندي كام؟ عندي من صفر لحد 9، ادي صفر 1 2 لحد 9، ادي كده ال 10 ارقام بتوعي اهو. طيب والفاليو بتاعتي كلها اصفار، ليه؟ لان انا ما حطيتش فاليو اصلا، ما كانش فيه فاليو اصلا للايه؟ للاري. انا يا دوب عرفت الاري زي ما احنا شايفين اهوت، قلت له انت اري، سميتها اري، وناديت على الاري قلت له ايه؟ احجز لي 10 صفوف في الميموري. طيب لما حجز 10 صفوف من الميموري، انت ما حطيتوش قيم اصلا. فين القيم بتاعتي؟ اصفار. يبقى الانيشيال فاليو او الديفولت فاليو بتاع الاري اصفار زي ما احنا شفناها فوق، فكده طبع لي كله اصفار زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي بدل ما تعمل انشاء الاري وبعد كده تحط القيم واحده واحده، قال لي تقدر تعمل الاثنين كلها في خطوه واحده. ايه الخطوه بقى دي؟ قال لي دلوقتي انت معاك ايه؟ قال لي حاجه اسمها اري انيشاليزر، اللي هو قائمه قيم مفصوله بفواصل بتاعتها، طيب محطوطه بين اكواس اللي هي الكيرلي براكتس اللي احنا شايفينها قدامي دول. طيب زي ايه؟ زي اللي قدامي ده. قال لي انت اري اسمها الاري ان ايكوال وادي القيم، تمام. يبقى فوق ما حط كانش مديني فاليو، هنا ادالي القيم اهو. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ عملت هنا انشاء للاري وبعدين حسبت عدد العناصر بتاعتي، حجزت أو القيم دي كلها موجوده في الميموري، حط القيم جوه الاري، كل ده حصل تلقائي. نرجع تاني هنا للكود. قال لي برضو في نفس الكود جوه الفانكشن بتاعت المين، قال لي هنا اعمل لي ايه؟ اعمل لي ليست او اعمل لي اري ليست. قال لي انت اري اسمها اري، حلو كده، ايكوال كيرلي براكت، حلوه تمام، وجواها كل الفاليو. يبقى انا كده حطيت فعلا الفاليو او القيم موجوده جوه الاندكس. يبقى كده قال لي اري اهو initialize list for a 10 element integer array. انا كده عملت فعلا اري طوله من صفر لحد 9، يبقى طوله 10 ارقام موجودين جوه معايا ايه؟ في الاري. طب لما اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت اطبع لي الاندكس واطبع لي الفاليو وعملت فور لوب عشان يمشي على الاري كله، تمام، يبقى كده فعلا هيطبع فاليو. لو نزلنا هنا لقى فعلا ايه؟ طبع لي فاليو. قال لي هنا ادي الاندكس وبعدين قال لي قصادها الفاليو. الاندكس 0 32 اللي هو اول واحد اهو 32. طيب الاندكس 1 27، اللي بعده 27، طيب اللي بعده 64 18 95، كل ده اهو 27 64 18 لحد 37 اللي هو اخر عنصر، اللي هو اعلى عنصر عندي في الاري. طيب نركز مع بعض بقى في المثال ده. المثال ده بيقول لي برضو استخدم الاري. طيب اعمل ابلكيشن بيكريت 10 عناصر، تمام كده، جوه الاري. طيب وبيعمل ايه بقى؟ assign to each element one of the even integer، يعني اعمل حط لي الرقم او الفاليوز بتاعتها، القيم بتاعتها هم عناصر من الاعداد الزوجيه. طيب من كام بقى؟ من 2 لحد 20. جميل جدا. يعني انا دلوقتي احط رقم اول عنصر 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. جميل جدا. يبقى انا هحط القيم دي كلها جوه اري، تمام كده. ابص على الكود، دخلت الكلاس جوه الفانكشن بتاعت المين، قال لي ايه؟
قال لي خلي بالك فاينل انتجر وبعدين اسم الاري ايكوال 10، يبقى انا كده عملت ديكلير للكونستانت، هو عادتهم فعلا هيثبت عند 10. ليه؟ قال لي فاينل. طيب انزل تحت بقى عشان اكريت الايه الاري بتاعي. الاري بتاعي مكون من ارقام يبقى انتجر. طيب انتجر وبعدين الاقواس بتاعه الاري، اسم الاري اسمها برضو اري ايكوال نيو اند اوف كام اوف اري لينس. يعني هنا هيشيل الاري لينس دي، تمام، وهيروح ياخد ايه، هياخد يعني هيشيل الاري لينس، هيقول له هنا الاري لينس هنا بكام، ايكوال 10، يبقى هياخد ال 10 دي هيحطها مكان الاري لينس ده، اكنه بالظبط بيقول له هنا نيو انت اوف 10. تمام كده، حلو قوي. طيب وبعدين قال لي اعمل لي فور لوب. طيب انت كاونتر ايكوال زيرو، يعني بدأ من الزيرو، بعدين سيمي كولون كاونتر اقل من الري دوت لينس، الري دوت لينس كام ال 10. طيب هنا الاندكس بتاعي بيبدأ من كام، من صفر لحد 9، فال 10 دي مش معايا، يعني رقم 10 ده كده مش معايا، هو ده اللينس بتاعي اللي هو 10 ارقام، فاقل من الري اوف لينس يعني هنا 10، وهنا الكاونتر بتاعي اخره كام 9، اخره كام 9، ففعلا هيفضل يعد من صفر لحد 9 لحد ما يطبع لي الاري كله. طيب وبعدين هيعمل كاونتر بلس بلس في كل دوره. طيب هنا بقى بيقول لي ايه، اطبع لي بقى الاري اوف كاونتر. الري اوف كاونتر يعني هنا هيطبع لي الاري من الصفر في كل دوره ويزود واحد، يبقى واحد اللي بعدها يبقى اثنين لحد 9. طيب هيطبع لي كده من صفر لحد 9 بيساوي 2 زائد 2 في الكاونتر. ادي هنا الفانكشن بتاعتي اللي هيعملها، هيعمل ايه، هيطبع 2 زائد 2، تمام كده، في الكاونتر بتاعي ايه اللي هو هيبدأ من الصفر لحد 9. طيب صفر هنا كام، اللي هو الاعداد بتاعتي، الاعداد اللي انا قلت له عليه اعمل لي كذا. طيب يبقى 2 زائد 2 في كاونتر. طيب الصفر هنا 2 في صفر مثلا، وليكن هقول مثلا انا هعمل مره على الصفر، مره الواحد، مره اتنين، مره تلاته، وهكذا. طيب مره لما استخدم الصفر مثلا، لما استخدم صفر هنا هيبقى 2 زائد 2 في صفر كام بصفر، يبقى هيديني 2. طيب مره بتاعت الواحد، طيب لما استخدمت هنا الصفر بقى، لما استخدمت الصفر تمام طلع لي كام 2. طب لما استخدمت الواحد هقول له 2 زائد 2 في 1 ب 2، يبقى 2 زائد 2 ب 4. حلو. طب لو استخدمت رقم 2 الاندكس 2 هيديني كام، 2 زائد 2 2، 2 في 2 ب 4 زائد 2 يبقى اديني 6. يبقى هي هتمشي معايا كده 2 4 6 8 10 لحد 20. تمام كده. طيب حلو قوي، يبقى اقول له هنا اطبع لي في كل مره الاندكس والفاليو بتاعي، تمام، وامشي طبعا على الفور لوب دي. طيب نشوف بقى الايه اللي هيحصل. هنا قال لي ايه اهو، قال لي الاندكس اهو زي ما احنا قلنا صفر، الفاليو بتاعتها 2، تمام، 1 4 2 6 8 10 12 لحد 20، يبقى كده عمل كالكوليت للفاليو تو بي بليزد انتو ذا element اوف ان اري. يبقى انا كده عملت كالكوليت، عملت شويه حسابات باستخدام القانون اللي انا حطيته 2 زائد 2 في الكاونتر ده علشان يطبع لي من 2 لحد 20 في الايه في الاري بتاعتي. يبقى انا كده عرفت اول حاجه تاني اهو، نراجع مع بعض. هو قال لي ايه، عايز ابلكيشن يكون في عدد 10 element في الاري، طيب ويكون even integer. طيب من كام، من 2 لحد 20، يعني قال لي احجز لي 10 عناصر في الاري من نوع انتجر. طيب وال10 عناصر دول يطبعوا من 2 لحد كام 20. قلت له ايه، حلو جدا، قلت له يبقى السايز بتاعي هم 10 عناصر، يبقى اعمل كاريت اري اهوت واقول له الاري ده هو 10 عناصر، يبقى هو دي كاريت اري. وبعدين اعمل فور لوب، قلت له عرفت كاونتر بيبدا من الصفر وبعدين ينتهي عند التسعه وبعدين يقول لي كاونتر بلس بلس، وبعدين الفانكشن اللي هيعملها هيقول الاري اوف كاونتر بتاعي بيساوي 2 زائد 2 في الكاونتر، يبقى كده هيطبع لي 2 في اول مره، 4 6 8 وهكذا. هو كده بيقول لي اطبع الاندكس والفاليو. طيب طيب دلوقتي لو قال لي بقى انا مش عايز الايفن ديت، انا عايزها اود. طيب الاود اللي هو ايه، يعني مش عايز ايفن، عايز اود. اود اللي هي الفردي، اعداد الفرديه اللي هي بتبدا من واحد، مش تبدا باثنين بقى، تبدا بواحد، ثلاثه، خمسه، سبعه، تسعه، 11 13 15 17 19، وقف عند 19. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، برضه هيبقوا 10 ارقام، تمام، بس من اول واحد تمام لحد 19. حلو قوي. طيب القانون بتاعها هيبقى عامل ازاي بقى؟ قال لي نفس اللي انت هتعمله هنا، بس الخطوه الوحيده اللي ممكن تفرق معاك اللي هو احنا هنبدل ايه بقى؟ هنبدل، هنقول له الكاونتر بتاعك هيبدا من مش من الصفر، هيبدا من كام؟ هنبدا زي ما احنا ماشيين كده نفس الكلام 10 السايز بتاعي، وبرده الاري برده بتاعتي نفس الكلام.
والفور لوب برضو بتاعتي هيبدا من الصفر وهينتهي عند الاري دوت لينس، هيبقى اقل منه. ونفس الكلام برضه هيمشي في واحد واحد، هيزود في كل مره واحد. وبعدين هنا قال لي ايه؟ الاري اوف كاونتر بيساوي 2 زائد 2 في الكاونتر. طيب انا دلوقتي عايز اطبع، مش عايز اطبع 2، انا عايز اطبع واحد. يبقى واحد في، ما بين الواحد والثلاثه والخمسه 2، صح كده؟ يبقى في 2. يبقى ارجع تاني اقول له انا عايز اطبع واحد في الاول، اقول له زائد ما بين الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه وهكذا 2، يبقى هقول له هنا 2 في الكاونتر بتاعي. يبقى انا هحط الصيغه دي تمام كده مكان الصيغه دي، فانا هقول له بدل الاثنين ده خليها واحد. طب نيجي نجرب كده. الصفر بتاعي، صفر هنا هيبقى واحد زائد 2 في صفر بيساوي واحد زائد 2 في صفر بصفر، يبقى هيطبع لي واحد. طب الواحد اللي هنا واحد زائد 2 في واحد بيساوي كام؟ 2 في واحد باتنين، واحد زائد 2 بتلاتة. طيب صفر واحد 2، يبقى واحد زائد 2 في 2 بيساوي 2 في 2 بكام؟ بأربعة. واحد خمسة. يبقى أنا كده ماشي صح، واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة 11 لحد 19. تمام كده؟ هنا بيقول لي برضو خلي بالك ان الفاينل لما انت استخدمته هنا بيقول ما ينفعش تغيره خالص قبل ايه؟ يعني كان نوت بي موديفايد زير افتر، يعني ما ينفعش يتغير خالص بعد ما انت استخدمته. انت خلاص ثبته واديته مثلا السايز بتاعه 10، يبقى خلاص بعد ما تعمل الكول بتاع الاري ما ينفعش ايه تغيره خالص. فقال لي هنا الفاينل لو انت حاولت تغيره تمام ممكن يسبب لك ايه؟ كومباينيشن ايرور. طيب اللي هو كان تاساين ا فاليو تو فاينل فاريبل اللي هو عند فاريبل نيم. نفس الكلام المحاوله اللي انت تحاول تخش على الفاليو بتاع الفاينل ده وتحاول ان انت تعمل اي حاجه في الانشراز بتاعه بيسبب برضه كومبينيشنال ايرور. فالفاريبل بتاع الفاريبل نيم بتاعي اللي هو بتاع الاري او الفاينل اري بتاعي قال لي مايت هاف بين انيشاليزد، خلاص كده. هنا بيقول لي بقى مثال تاني على استخدام الاري. طيب نبدأ مع بعض. بيقول لي بقى عايز اعمل في الرسمه sum ذا فاليو، يعني عايز اجمع القيم اللي هي كونتين ان 10 element اللي موجوده في 10 element انتجر اري. يبقى الاري بتاعي من نوع انتجر تمام وبيحتوي على 10 element السايز بتاعه 10. طيب وعايز يعمل ايه؟ عايز يعمل sum ذا فاليو، عايز يجمع القيم اللي موجوده دي. طيب often the element of an array represent a series of value to be used in a calculation. طيب تمام. يبقى قال لي العناصر بتاعتي الموجوده في الاري ديت بتبقى معروضه كسلسله كده من القيم عشان تستخدم في الحسابات. طب نشوف مع بعض كده هيعمل ايه. طيب هنا بدأ الكلاس بتاعي وبعدين قام جاي دخل على الفانكشن بتاعت المين. طب وبعدين قال لي انا عايز اعرف الاري بتاعي، قال لي من النوع انت وبعدين اري اسمها اري ايكوال وقام جاي مديني كام؟ 10 قيم. 10 قيم باين عليهم اللي هم راندوم. تمام. طيب بعدين قال لي انت توتال ايكوال زيرو، يعني عرف فاريبل اسمه توتال. طيب واداله زيرو كده كانيشال فاليو كقيمه افتراضيه او قيمه ابتدائيه. طيب هيستخدم الفاريبل بتاع توتال ده في ايه؟ قال لي انا همشي على الاري بفور لوب وكل قيمه هحطها في التوتال، القيمه اللي بعدها هحطها في التوتال، القيمه اللي بعدها هحطها في التوتال. طب لما كله هيروح التوتال هيتجمع مع بعضه. طب لما هوصل عند اخر الاري يبقى انا كده جمعت كل الاري كله فين؟ في التوتال. تمام كده فهمنا الفكره. طيب نبدا كده بالفور لوب. قال لي هنا فور تمام وبعدين قال لي عرفت كاونتر بداته من الاندكس صفر والكاونتر ده اقل من اري دوت لينس وعرفنا الموضوع ده هو 10 ارقام تمام. اللينس بتاعي او الاندكس بتاعي بيبدا من صفر لحد 9. طيب يبقى كده الكاونتر اقل من الاري اوف لينس اللي هو 10 وفي كل خطوه بيبقى كاونتر بلس بلس اللي هو بيزيد واحد كل دوره. يعني هنا التوتال بلس ايكوال اري اوف كاونتر، حلو قوي. طيب يعني هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي التوتال بتاعي ده بيساوي التوتال برضو بلس الاري بتاعي اسم الاري اوف كام بقى؟ الكاونتر. طيب حلو قوي. طيب همشي ازاي بالموضوع ده؟ قال لي هنا انا اختصرت توتال ايكوال توتال بلس كذا، اختصرت دي على طول اسمها توتال بلس ايكوال الاري اوف كاونتر اهو. هو ده الاختصار بتاع السطر ده، هو السطر ده بالظبط تمام كده بلس ايكوال. طيب يعني في كل خطوه يبقى عامل ازاي؟ في كل خطوه هيقول لي هنا توتال ايكوال التوتال كام في الاول خالص بصفر يبقى احط صفر بلس الاري اوف ايه؟ اوف كاونتر. كاونتر هيبدا من الصفر لحد 9، صح كده؟ طيب ادي هنا الصفر اهوت لحد 9. طيب يبقى صفر زائد اول حاجه كام؟ 87. يبقى هيجمع على 87. صفر ده 87 كام؟ ب 87. خزنتها خلاص. طب هنا بيساوي تاني ده في ايه؟ في اول مره. طب تاني مره هيعمل ايه؟ هيقول لي 87 ديت هنزلها هنا تاني لان ديت كانت محفوظه بقى في التوتال صح؟ زائد الاري اوف كاونتر 2 او اللي هو بقى التاني اللي هو احنا عملنا صفر
التاني هيبقى كام؟ هيبقى الواحد. طيب يعني هو صفر، هيروح يجيب الواحد ب 68، هيجمع 68 بيساوي رقم حلو. طيب يبقى الاندكس اللي بعده اللي هو 2 بيساوي الرقم او مجموع الارقام دي، تمام كده، هيحطها هنا زائد الاندكس 2. اندكس 2 بكام؟ ب 94، يبقى 94 بيساوي رقم حلو قوي. طيب يبقى الاندكس 3 اللي عليه الدور بيساوي الرقم زائد الاندكس كام؟ 3. هروح اندكس 3 ب 100، ادي هنا ال 100 بيساوي كذا، تمام. ينزل بقى، ينزل لحد زي ما هو عايز لحد ايه؟ اخر عنصر معايا. وبعدين وصلنا كده للايه؟ للاخر. فكده الناتج بتاع التوتال اللي اتحفظ هنا، تمام كده، هيبقى ايه؟ هيبقى هو ده الصم بتاع القيم اللي موجوده بتاعت الاري اللي قدامي دي. يعني هنا عمل كده فور لوب، وقام جاي هنا قال لي سيستم دوت اوت دوت برنت ايه؟ اطبع لي التوتال. اطبع لي التوتال اللي هو كان بصفر هنا، بس دلوقتي هتلاقيه في كله ايه؟ جمع كل القيم اللي موجوده في الاري وطبعها. يبقى هنا اهو قال لي التوتال اوف اري اليمنت بكام؟ ب 849. تمام، لو جمعت فعلا الارقام دي كلها هيدي لك 849 دول. هنا بيقول لي في شويه برامج كده بتعرض البيانات بتاعتها عن كجرافيكال مانر، باستخدام اللي هي النجمه، او اللي هو كأنها بيكتب باسورد كده. الباسورد طبعا بيبقى مخفي، فكأنها حاجه زي كده بالظبط. بيقول في برامج بتستخدم حاجه زي كده. طيب وفي برضه برامج بتستخدم الرمز ده، اللي هو بيعمل ايه بقى الرمز ده؟ قال لي الرمز ده مثلا بيقول لي انت عندك ديسيمال يعني، او ديجيت اللي هي رقمين، يعني مش ديسيمال اللي هو يعني كديجيت كده اللي هو رقمين. والرقم ده او الرقم اللي هو الديجيت ده مكون من خانتين. طيب وبعدين قال لي لو هو مكون من خانه واحده بيحط صفر قبله. طيب هو ده كده المعنى الحته دي او الجمله دي كده، يعني هو رقم من خانتين، لو رقم واحد بيحط صفر قبله، تمام. زي مثلا لو انت عندك مثلا رقم خمسه يقوم جاي يطبعها لي كده، عندك رقم أربعة يطبعها لي كده، تمام، صفر أربعة. نركز مع بعض بقى في الإيه، في البرنامج ده. بيقول لي أنا بابليك كلاس كذا، تمام، ده اسم الكلاس بتاعي، وبعدين دخل على طول على الفانكشن بتاعت المين. طيب وبعدين هنا قام جاي معرف الري، تمام، واداله شوية فاليوز اللي هي إيه؟ صفر 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 صفر، واحد اتنين أربعة اتنين واحد. طيب وبعدين قال لي سيستم دوت اوت برنت اطبع لي كلمة جريد ديستريبيوشن. طيب جميل. طب انت كده عرفت الاري واديته برضه الفاليوز بتاعتي، وقال لي اطبع لي الجمله دي، وبعدين اعمل فور لوب على كاونتر بدائي من الاندكس صفر لحد طول الاري بتاعي اللي هو اقل من اري دوت لينس، وبعدين اطبع لي واحده واحده. طب هيطبع ايه بقى؟ قال لي لو الكاونتر بتاعي، لو اول اندكس مثلا بتاعي بيساوي 10، اطبع لي ايه؟ كلمه 100. طيب لو لا، يبقى قال لي اطبع لي الكاونتر في 10 والكاونتر في 10 زائد 9. طيب يبقى هيمشي على كل واحده، هيمشي على كل اندكس ويشوف الفاليو بتاعتي. لو الكاونتر ده بيس ايكوال 10، تمام، لو الكاونتر طبعا هيبقى ايه؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعني ادي 2 4 6 8 10 11، صح كده؟ يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، كده 11 رقم. لو هو الكاونتر ده وصل ل 10، اطبع لي الايه؟ خمس اهو 5 ديجيت، اديله القيمه بتاعت 100. طب لو لا، قال لي سيستم اوت برنت كمان اطبع لي 2 ديجيت، تمام، ناقص 2 ديجيت تانيين، وقال لي اعمل الفانكشن دي اللي هي الكاونتر في 10 والكاونتر في 10 زائد 9. طيب ننزل بقى نبص على الايه؟ الفور لوب بتاعتي اهو. ادي الفور لوب بتاعتي، تمام، وادي الايه؟ البرنت بتاعي. طيب هنا عمل ايه؟ قال لي جريد ديستريبيوشن اللي هو اول حاجه اطبعها لي بعد ما عرف الاري، قال لي سيت دوت برنت اطبع لي الايه؟ الجريد ديستريبيوشن ده. طيب وبعدين بعد عمل الفور لوب قال لي 0 0 داش 0 9. ليه بقى قال لي كده؟ لان هنا مشي على الفور لوب وقال لي الكاونتر بتاعي ده بيساوي 10، لا ده هو اصلا بصفر. طيب هو بدأ هنا بصفر، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10، تمام. احنا كنا متلخبطين في العدد، احنا هنا بدأنا من صفر لحد 10، يعني هنا 11 رقم، لا تمام. احنا كنا فعلا بادئين من واحد اللي هو كان 11 رقم، اللي هو الاندكس بتاعي من صفر لحد 10. طيب جميل. يبقى احنا كده بدأنا ايه؟ من صفر. الصفر ده بيساوي 10؟ لا، هو خلي بالك، هو قال لي كاونتر، مش قال لي لو انت عايز القيمه بتاعتي اللي هو صفر 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 1 2 4 دي القيم. يبقى هنا كان يقول لي ايه؟ يقول لي اسم الاري بتاعي اللي هو array اوف كاونتر. لو قال لي كده يبقى انت كده عايز الايه؟ الفاليو اللي جوه الاري. طب لو انت قلت لي الكاونتر بس كده على طول، اف الكاونتر ايكوال 10، تمام، يبقى انت كده عايز الاندكس بتاعي، الاندكس اللي هو 0 1 2 3. طيب يبقى عملنا ايه كده؟ ايه قلنا؟ لو الكاونتر بيساوي 10، لا طبعا ده هو بيساوي صفر، تمام. فاول حاجه نمسح ده،
تمام. وبعدين نقول لو الكاونتر ايكوال 10، لا هو بيساوي صفر، تمام. يبقى هنا مش هعمل حاجه، هيبقى الالس. الس بقى ايه؟ اعمل لي رقمين داش رقمين، تمام. يبقى انزل هنا واقول له ايه؟ فعلا هو عمل رقمين داش رقمين. طيب وبعدين، قال لي ايه تاني؟ قال لي بعد ما عملت رقمين داش رقمين، قال لي اول رقم اللي هو كاونتر في 10، وبعدين كاونتر في 10 زائد 9. يبقى قال لي هنا اهو. يبقى قال لي هنا ادي الكاونتر بتاعي في 10 اللي هو صفر في 10، وبعدين هنا صفر في 10 ده 9. يبقى هنا هيديني صفر وهنا هيديني كام؟ 9. تمام. ادي هنا اهوت اداني صفر واداني هنا 9. طيب اللي بعده، قال لي مثلا لو واحد بيساوي 10، لا يبقى إلس يطبع لي رقمين ورقمين. يبقى واحد في 10 بكام؟ ب 10. وهنا واحد في 10 زي 9 يبقى كده 19. يبقى كده اهو طبع لي 10 و19. طيب جميل. اللي بعده الاثنين بيساوي 10، لا يبقى هنا هيطبع لي 2 في 10 بكام؟ ب 20. و2 في 10 زائد 9 يبقى كده 29. لو نزلنا 20 و29 هينزل كذا كذا كذا، تمام. لحد ما يبقى ايه؟ بيساوي 10 فعلا، اللي هي اخر قيمه عندي خالص اللي هي ب 10. 10 بيساوي 10 طبعا صح. يبقى اقول له ايه؟ اطبع لي خمس ديجيت اللي هو اطبع لي ال 100. اطبع لي ال 100 اهو، طبع ال 100 كلها بس ما نزلش تحت خالص، تمام كده. هنا بقى في الفور لوب ديت كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو اللي انت بدات بيه حاجه اسمها كاونت زي كاونتر كده، بدات بالاندكس صفر، والستارز ده اقل من اري اوف كاونتر، تمام. طيب وبعدين قال لي ستارز بلس بلس. طب اطبع لي ايه؟ اطبع لي نجمه. لو الستارز اقل من الاري اوف كاونتر، تمام، اطبع نجمه. طب امتى بقى الموضوع ده حصل؟ قال لي ستارز بدا بكام؟ بصفر. طب الصفر ده اقل من اري اوف كاونتر، الاري اوف كاونتر هنا بدا بكام؟ بصفر. طب صفر هنا اقل من صفر؟ لا. طب ولما بقى واحد هنا صفر اقل من الواحد؟ اه طيب لما صفر اقل من واحد اعمل ايه؟ اعمل نجمه. فلما راح هنا لما لقى الصفر هنا اقل من واحد فعمل نجمه. وبعدين هنا عمل نجمتين، وبعدين عمل اربعه، وبعدين اثنين، وبعدين واحد. طيب هو كده بدأ الموضوع ده، بس ممكن يعني مالناش دعوه بالنجمه دلوقتي، نركز شويه في الايه؟ في البرنامج بتاعنا الاساسي علشان نفهمه، نفهم الدنيا ماشيه ازاي ونفهم اللي حصل بالظبط. هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل انهانس للفور لوب بتاعتك بتعمل ايه؟ لو انت عايز تعمل اتريت ثرو ذا اليمنت اوف ان اري، لو عايز تمشي على الاليمنت بتاعت الاري بتاعك، تمام كده، وزود يوزنج كاونتر. مش لازم تعمل فور لوب وتعمل كاونتر وتعمل انيشاليز بزيرو وبعدين لحد يبقى اكبر من او اقل من الاري دوت لينز، تمام. ممكن تقول له ايه؟ تعمل افويد على البوسيبيليتي دي كلها، وبعدين تعمل ايه؟ السنتكس بتاعك يبقى عباره عن فور، وبعدين اقواسك تبقى عباره عن بارامتر بتاعك نقطتين array name، تمام. وبعدين تكتب الستيتمنت بتاعتك. طيب نشوف الموضوع ده تحت. قال لي هنا فتحت اهوت المين بتاعي وعرفت array، تمام، اسمها array برضو، وادي الارقام بتاعتها الفاليو بتاعتها، وعرفت برضو انت توتال بيساوي زيرو. وبعدين قلت له فور لوب بقى امشي على ايه؟ ده نفس المثال اللي فوق بس حصل هنا تغيير شويه في الفور. فور اند نمبر نقطتين اري. ادي هنا اول حاجه اللي هو البارامتر بتاعي اللي هو الايه؟ النمبر، تمام. نقطتين الاري، اسم الاري بتاعي اسمها اري. وبعدين قلت له هنا ايه؟ توتال بلس ايكوال نمبر، تمام. يبقى ادي هنا اول حاجه النمبر بتاعي اللي هو هيمشي على واحده واحده، وبعدين ادي الاري بتاعي اللي هيخزن في التوتال اللي هو هيخزن المجموع. وبعدين كده قال لي سيستم دوت اوت دوت برنت هيطبع لي التوتال ده، فهيطبع لي التوتال اهوت قدامي والدنيا مشيت زي الفل. هنا بيقول لي بقى الانهانسمنت بتاع الفور لوب اللي احنا استخدمناه ده بيستخدم فقط عشان تحصل على الاري اليمنت، يعني عشان تاخد العناصر بتاعت الاري، مش مستخدم خالص علشان تعمل تعديل للعناصر، تمام. يبقى الاستخدام اللي احنا دورنا عليه دلوقتي فوق بيستخدم فقط عشان تعرف العناصر بتاعتك عامله ازاي، مش اكتر ولا اقل. المفروض تعمل ايه؟ it can't be used to modify element، يعني المفروض اللي انت ما تستخدمهوش وانت رايح تعمل ايه؟ تعديل على العناصر. طيب علشان تعرف تعدل على العناصر استخدم الكاونتر اللي بالطريقه العاديه جدا اللي احنا اتعلمناها بتاع الفور لوب. فاحنا طبعا متعودين طبعا على الفور لوب، مش متعودين على اختصارات خالص، فبنستخدم الفور لوب في اي حال من الاحوال. هنا بيقول لي فكره الكيس ستادي ديت اللي هو بيعرض مشكله حقيقيه في البرمجه وبعدين بيوريك الحل باستخدام الايه؟ الاري. طيب هنا المشكله كانت ايه؟ قال لي في النسخه القديمه من البرنامج بتاع الجريد بوك ده كانت بتستقبل درجات الطلاب وبتعمل حسابات عليها، ولكن ما بتخزنهاش. يعني هي اللي موجود بيعمل حساباته بس ما بيخزنش حاجه. يعني لو البرنامج قفل لازم تدخل الدرجات تاني، تمام كده. طيب الحل هنا ايه؟ قال لي الحل اللي احنا نخزن الدرجات داخل الاري، يعني استخدمنا الاري عشان نخزن الدرجات دي او الفاليوز دي او القيم دي، وبكده نستخدمها اكتر من مره، نعمل عليها شويه حسابات مختلفه ونحافظ على البيانات. يعني الاري هنا كان عباره عن مخزن البيانات عشان بتاع الطالب، عشان كده سموه الجريد بوك. طيب عشان برضو اوصل الفكره بشكل اوضح، بدل ما يبقى المدرس مثلا بيسال الطالب درجتك كام،
طيب هو كده يعني المدرس هيفضل يقعد يسأل الطالب انت درجتك كام؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى هيكتبها مرة واحدة بس، وبعدين هتتسجل في الاري. حلو كده، فيقدر المدرس يقدر يجيب درجات الطلاب وقت ما هو عايز. طيب نبص بقى هنا على البرنامج بتاعي اللي هو الكلاس بتاع الجريد بوك ده. هنا قال لي برايفت سترينج كورس نيم، يعني هنا ده كان اسم الكورس تمام كده بتاع الجريد بوك ده. وكان بيعرض ايه؟ بيعرض الاري. ادي هنا الاري بتاعي بنوعها برايفت، يبقى كل حاجه كانت نوعها برايفت، اللي هي مش بابليك، اللي هي تبقى خاصه بالمدرس، هو الوحيد اللي يشوفها، هو الوحيد اللي يعدل فيها. طيب برايفت، وادي هنا عرف لي الاري بتاعي اسمه جريدز. طيب هنا الاري بتاعي هنا اللي هو ستودنت جريد ده هو المسؤول عن الدرجات بتاعه الطالب. طيب فين بقى السايز او فين الحجم بتاع الاري بتاعي؟ هو قال لي الحجم بتاعك مش ثابت. طيب هو بيتحدد حسب ايه بقى؟ قال لي بيتحدد حسب عدد الدرجات اللي البرنامج استقبلها. طيب خش بقى في الفانكشن بتاعت جريد بوك ديت، هتلاقيه هنا بيستخدم السترنج نيم بتاع الطالب ودرجات الطالب على هيئه الاري. طيب وبيخزن النيم ده في حاجه اسمها الكورس نيم، وبياخد الجريدز بيساوي جريدز اري، يعني ياخد الاري ده ويخزنها في الجريدز اللي هي بتاع درجات الطالب. طيب ده كده الكونستراكتور بتاع الفانكشن، والفانكشن بتاعتي اسمها سيت كورس نيم. حلو كده، وقال لي السترنج نيم وحط النيم في الكورس نيم وكده قفل الموضوع. طيب لسه ما خلصش الكود، قال لي بابليك السترنج جيت كورس نيم. لو انت عايز تعمل فانكشن وتاخد النيم بتاع الكورس تعمل ايه؟ تعمل ريتيرن كورس نيم، سهل جدا. طب لو عايز تعمل فانكشن اسمها ديسبلاي مسج، تعرض مسج، تعرضها ازاي؟ عن طريق سيستم دوت اوت دوت برنت، وتعملها عن طريق الايه؟ السنجل كوتيشن هنا، وتكتب المسج اللي انت عايزها تظهر. وبعدين جيت كورس نيم هنا بتنادي على الفانكشن اسمها جيت كورس نيم، تمام كده، اللي هو بيروح ينادي لها جيت كورس نيم اهيت اسم الفانكشن اهيت او الميثود دي، وبترجع له ايه؟ اسم الكورس. هنا استخدمها على هيئه كول. وبعدين قال لي هنا بابليك فويد بروسيس جريدز، هنا بيقول لي الاوتبوت جريدز. هنا استخدم الفانكشن بتاعت الاوتبوت جريد هنا، تمام. فقال لي هنا اطبع لي إيه الكلاس افريج، وقال لي جيت افريج. يبقى في فانكشن اسمها تانية اسمها جيت افريج، فانكشن تانية اسمها البروسيس جريدز. طيب هنا بيقول لي كمل معايا، هنا بيقول لي اطبع لي برضو الجيت مينيمم والجيت ماكسيمم. يبقى كده في شويه برضو درجات، في درجات قليله ودرجات كتيره. وبعدين اعمل لي اوت بوت بار تشار. طيب في شويه حاجات برضو لسه ما عملناهاش. الاول بار تشار ده هنا الميثود بتاعتي اللي هو بيعمل ايه عشان يطبع الدرجات اللي هي معمول لها ديستريبيوشن تشارت، بيعمل معمول لها اللي هو التخطيط بتاعي. طب علشان اجيب بقى المينيمم، ادي الفانكشن بتاعت المينيمم. قال لي هنا بابليك انت جيت مينيمم، قال لي حط الدرجه اللي هي الجريد زيرو، اللي هي اول درجه في الاندكس بتاعي في الاري بتاعي، حطها اسمها لو جريد. طيب وبعدين اعمل فور لوب على الانت جريد نقطتين جريدز، يبقى استخدم اللي هو التصميم بتاع الفور لوب الحديث علشان نجمع الدرجات او نعمل اي حاجه في الدرجات. طيب اف الجريد اقل من اللو جريد، حط الجريد في اللو جريد، يعني شوف الاري او شوف درجات الطالب، وليكن مثلا واحد اثنين ثلاثه وهكذا 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 لحد تسعه. فاعتبر ان اول عنصر هو اللو، وبعدين شوف العنصر الثاني وقارنه. لو العنصر ده اقل من تمام العنصر اللي قبله، حط ده مكان الايه؟ اللو. ده اللي عمله في الحته دي بتاعت فانكشن جيت مينيمم. وفي الاخر قال لي ايه؟ قال لي ريتيرن لو جريد. هنا الفانكشن بتاعت الجيت ماكسيمم نفس الكلام، قال لي اعتبر الجريدز اوف زيرو ديت هي الهاي جريد، وبعدين اعمل فور لوب على الجريدز كلها، وقول له لو الجريد بتاعي اكبر من الهاي جريد قول لي ان الجريد بتاعي ده هو الهاي جريد الجديد، وبعد كده في الاخر اعمل لي ريتيرن للهاي جريد. فاستخدم بقى الميثود بتاع الجيت مينيمم والجيت ماكسيمم، استخدمها كلها هنا في الفانكشن بتاعت البروسيس جريد اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب كان لسه برضو في فانكشن اسمها الجيت افريج، كل حاجه معمول لها كول فوق، هنا موجوده اهي بكل بساطه. هنا بيقول لي ايه الجيت افريج بتاعتي؟ قال لي انت توتال ايكوال زيرو، عمل فاريبل اسمه توتال بيساوي زيرو، وقال لي فور لوب انت جريد، تمام. عمل فور لوب على الجريدز بتاعتي، وقال لي اطبع لي التوتال بتاعت التوتال بلس ايكوال جريد، امشي على الاري بتاع الدرجات كلها وحطها لي في الايه؟ في التوتال. طيب يبقى كده هيريتيرن التوتال بتاعي على توتال بتلينز. طيب حول هنا التوتال لدبل، يعني حط بقى ما بين القوسين هنا دبل عشان التوتال بتاعي يبقى لو في كسور يحوله دبل، تمام كده. طيب لو في هنا التوتال بتاعي مش رقم صحيح، ما ممكن يبقى الارقام بتاعت الدرجات ممكن تبقى دبل، يبقى عايز الدرجات بتاعتي هي عباره عن دبل، تمام. فكده حولها لدبل على جريد اوف دوت لينز على مجموع الدرجات. ليه؟ عايز يعمل افريج، افريج بيساوي المجموع على العدد.
عشان كده استخدم المجموع اللي هو التوتال، قال لي التوتال بقى ده على جريد اوف دوت لينس على عدد الدرجات، فكده عمل ايه؟ عمل الايه؟ جيت افريج. هنا في الفانكشن بتاعت اوتبوت باور تشار، هنا بيقول لي ايه؟ طبعت برضه سيستم اوتبوت برنت حاجه اسمها الجريد ديستريبيوشن، وقال لي عرفت اري اسمها فريكونسي، النوع بتاعها انتجر تمام كده، والسايز بتاعها 11، وعمل فور لوب على الجريدز، وقال لي زود لي في الفريكونسي ده بتاع الجريد على 10. يعني اشوف بقى الايه؟ الاوتبوت بار تشار، المعدل بتاع الطالب عندي في كل في كل درجه، اشوف الدرجه بتاعتي وزودها في كل خانه، واحسب الدرجه بتاعتي على 10، بشوف التقييم بتاع الطالب. هنا برضو عمل فور لوب، وبعدين قام جاي يعرف كاونتر بدأ من صفر لحد نهاية الاري بتاعي، وكل مرة يزود واحد، وبعد كده قال لي لو الكاونت ده بيساوي 10 اطبع لي اللي هو 100%، يعني هو طالب ممتاز. لو لا اطبع لي بالطريقة دي، قال لي الكاونت في 10 والكاونت في 10 زائد 9 في كل عملية. وبرده نفس الكلام عمل فور لوب هنا على الستارز، وقال لي الستارز هنا لو اقل من فريكوانسي اوف كاونت اعمل لي ايه؟ اعمل لي نجمه تمام. وبعدين كده اطبع لي الايه؟ سند اوت برنت لاين، اطبع لي ايه؟ نيو لاين بعد ما خلصت العمليات دي كلها. هنا عايز يطلع بقى الكونتنت بتاعي بتاع الجريد، هنا دخل اهوت في الفانكشن اهيت، وقال لي يطبع لي حاجه اسمها الجريد، بتكون ايه؟ بتكون فور لوب على الستودنت، اول ستودنت لحد اخر ستودنت عندي في الاري، وكل شويه يزود ستودنت دوت، فور لوب على جدول الستودنت، اسماء الطلاب كلها، وقام جاي طبع لي كل ستودنت مع ايه؟ مع الجريدز بتاعته. طيب جميل جدا، يبقى الاوتبوت بتاعي هيبقى جريد بوك لكل الستودنت، كل درجاتهم، لو كانت القيمه الكبيره جيت ماكسيمم بتيجي، القيمه الصغيره جيت مينيمم، وبعدين عمل البار شار اللي هي بتشوف لي درجات الطالب بتبقى عامله ازاي في القيمه بتاعتها. مثلا لو جاب واحد هيبقى كده، جاب اتنين هيبقى كده، جاب 10 هتبقى كده، وهكذا. ادي كده البار شار بتاعتي، وبكده خلصنا الايه؟ المساله دي مساله سهله وبسيطه، بس هي ماشيه في خطوات كتيره، لو مسكنا كل جزء لوحده هيبقى الموضوع سهل وبسيط. لو احنا ما استخدمناش الاري بقى، الكود هيبقى طويل جدا، هيبقى صعب في التعديل، صعب في الحسابات. بس مع استخدام الاري هو كود هيبقى قليل واسرع واوضح وسهل جدا للطالب. الفاريبل لينس ارجيومنت ليستس بقى، هي بيقول لي ايه الفكره دي؟ طريقه بتخلي الفانكشن تستقبل عدد متغير من القيم. تستخدم ايه؟ عدد متغير من القيم، نمبر اوف ايه؟ ارجيومنت. طيب يبقى الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، اللي هو انا دلوقتي ادي الفانكشن بتاعتي تستقبل دبل ثلاث نقط تمام كده، واسم الايه؟ اسم الفاريبل بتاعي يبقى فاريبل نمبر، ادي هنا النمبرز بتاعتي اوف دبل فاليوز كان بي باسد تو ذا ميثود. يبقى انا لو عايز طريقه بتخلي الفانكشن بتاعتي تستقبل عدد متغير من القيم، يبقى اقول له ايه؟ اسم او التايب بتاعي او الريتيرن تايب بتاعي دبل ثلاث نقط، وبعدين اسم الايه؟ الفاريبل. طيب وكمل عادي خالص زي ما احنا متفقين على الايه؟ الاري. يبقى الثلاث نقط دول معناهم ايه؟ معناهم اي عدد قيم، مش لازم قيمه محدده او قيمه معينه من الارجيومنت، لازم تكون اخر بارامتر في الداله. يعني ما ينفعش وانا بعمل الفانكشن بتاعتي او الميثود بتاعتي اللي اسمها افريج، اللي انا اعمل مثلا ايه؟ كذا بارامتر واحط دي مثلا في الاول، احطها في النص، احطها في الاخيره، لا لازم تكون ده البارامتر ده هو اخر بارامتر في الايه؟ في الميثود بتاعتي. ادي هنا عمل فور لوب على النمبرز، وانا اصلا مش عارف عددهم كام، وبعدين قال لي التوتال بلس ايكوال دي تمام، وبعدين قال لي ريتيرن توتال على النمبر دوت لينز، هات لي الافريج يعني بتاعتي، فاللي هو مجموعهم على عددهم. هنا في المين بتاعي دخل رقم 1 10، رقم 2 20، 3 30، 4 40، عرف اربع فاريبل بالقيم بتاعتها، وبعدين لما طبع برضو دي 1 2 3 4، الافريج بتاعتي 1 ودي 2 بيساوي كذا، الافريج بتاع دي 1 و2 و3 بيساوي كذا، اللي هو مجموعهم على عددهم، ونفس الكلام مع الاربعه. وكده انا خلصنا شرح الاري، الموضوع سهل وبسيط. عرف الاري، امشي عليها واحده واحده. احنا عملنا حاجات كتير جدا في الشابتر ده، عرفنا الاري اللي هو قلنا بيخزن بيانات من نفس النوع والحجم بتاعه ثابت، امتى يبقى حجمه متغير؟ لما يبقى دايناميك. طيب عملنا الانهانس الفور لوب زي ما احنا شفناه في الطريقه دي، ادي كده الانهانس بتاع الفور لوب. وبعدين عملنا الجريد بوك اللي هو تطبيق حقيقي على الاري، تخزين درجات الطلاب وهكذا. عملنا فاريبل اللينس ارجيومنت اللي هو مرونه في الدوال، استقبال عدد متغير من القيم زي ما احنا قلنا باستخدام الثلاث نقط دول زي ما احنا شفناها هنا في النمبرز. الاري هنا مش مجرد موضوع نظري زي ما احنا شفنا، ده اداه قويه جدا في البرامج الحقيقيه، زي البرنامج بتاع الجريد بوك ده، كان بيانات لازم تتخزن ولازم نقدر نحللها، لازم الموضوع يبقى مرن معاك. واتمنى ان انا ربنا يكون وفقني في الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.